السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعيني وحبايب قلبي من كل مكان. زي ما عودناكم يا جماعه ان اللي بيكسب معانا الجائزه بتاعتنا بنتصل بيه وبنجيبه عشان ياخد الجائزه بتاعتنا. فطبعا اللي كسب معانا الجائزه بتاع الجمعه اللي فاتت اللي هو الطائر الذي لا يطير يوم الجمعه، هو الطائر اللي بيموت يوم الخميس بالليل. طبعا اللي كان مجاوب معانا السؤال الحاج عادل ابو مصطفى ابن قريه باها اللي هو مسافر في الاردن. ربنا يا رب يرجعه بالف الف سلامه يا رب، واللي هيستلم الجائزه بداله ابن مصطفى ربنا يخليه له يا رب. هو مصطفى من الشخصيات المحترمه جدا في قريه باها يا جماعه، واولا واخيرا هو لاعب كوره وراجل كان مكسر الدنيا، بس مش عارف بقى هو بطل ولا ما بطلش ولا لسه بيلعب، الله اعلم. ان انا ما بروحش ملاعب والله دلوقتي، فموجود احنا عايزينك موجود على طول يا كابتن مصطفى. والله هو من الشخصيات المحترمه جدا جدا هو والد. فهو طبعا اللي هيستلم معانا جايزه اهو مصطفى ابنه، وهي الجائزه بتاعتنا حاجه كده مفيش احسن من كلام ربنا، هو مصحف يا جماعه، هو مفيش احسن من كلام ربنا طبعا. والف الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك يا صاحبي حبيبي، تسلم يا حاج احمد. ودي حاجه بالنسبه لنا كبيره والله، يعني مش هو كفايه بس ان هو وفى بكلامه ووعده حته ان هو في جايزه وكده، ودي حاجه طبعا بالنسبه من اخ لاخوي وراجل عشره عمري من زمان طبعا وعشرتنا كلنا، والوالد طبعا وجيره قديمه، ويعني انا مش عارف اقول لك ايه والله، بس دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره يعني. ربنا يخليك يا مصطفى وتسلم، وان شاء الله من نجاح لنجاح دايما كده وتكسر الدنيا يا رب يا غالي. حبيبي يا ابو حميد، ربنا يبارك. انتظرونا يا جماعه باذن الله في المسابقه الجديده، واللي هيكسب معانا الجائزه بتاعته بردك موجوده. وعايزكم اي حد يشوف الفيديو ده يدعي للحاج عادل ان ربنا يرجعه بالف الف سلامه يا رب من الغربه اللي هو فيها، ان هو والله من الشخصيات المحترمه جدا في قريه باها، وراجل محبوب جدا محبوب جدا جدا قسما بالله، وربنا يرجعه بالسلام. اي حد يشوف الفيديو يا جماعه يدعي لابو مصطفى الراجل المحترم وابنه المحترم، ونشوفكم الحلقه الجايه باذن الله. السلام عليكم.